كلنا بنلاحظ ان الملابس البيضاء دايما بتصفر مننا بعد فتره او بعد كام استخدام. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه ازاي تخلوا الملابس البيضاء دايما منوره معاكم. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. زي ما انتم شايفين دي فانيلا لونها مصفر او مد على رمادي شويه، وده الفرق ما بينها وما بين فانيلا بيضاء لسه جديده. بس عشان نكون متفقين الخلطه دي مش هتنفع للملابس البيضاء اللي اتغسلت بالكلور ولونها اصفر، انما الطريقه اللي هقول لكم عليها في الفيديو دي ممتازه للملابس اللي لونها بهت او اصفر بسبب تراكم المساحيه عليها او الاتساخات. كل اللي هنحتاجه اي حاجه فاضيه وهنفضي فيها شويه ماء سخنين، وهنحط فيها معلقتين كبار بكربونات الصوديوم او كربوناته، ومن اي صيدليه ميه اكسجين تركيز 20% وهنفضي نصها، وهنحط عليهم بالظبط نص كوبايه خل. الفوران ده طبيعي بسبب الكربونات اللي موجود في الميه. اخر حاجه هنضيفها هنجيب ليمونه ونعصرها على المكونات دي ونديها بقى تقليبه ممتازه جدا لحد الكربونات ما تدوب كلها في الميه. بعد كده بقى هتجيبوا قطعه الملابس تحطها في الخلطه دي وتسيبوها منقوعه لمده ساعه. بس انا هنا هحط نص قطعه الملابس وهسيب النص بره عشان نشوف هل فعلا في فرق ولا لا. طبعا لو محتاجين تعملوا اكتر من قطعه ملابس بيضه النسبه الصحيحه كوبايه كربونات صوديوم لكل 4 لتر ميه وازازه ميه اكسجين كامله. تعالوا نطلع بقى قطعه الملابس بعد ما سبتها ساعه كامله منقوعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين في فرق واضح جدا ما بين الجزء اللي نضف والجزء اللي لسه ما نضفش. الطريقه ديت افضل مبيض بديل للكلور وامنه جدا على الملابس. ودي الفانيلا اللي جبتها في اول الفيديو، البياض لحد ما مقارب ليها. ما تنسانيش بدعوه حلوه وتدوس على القلب اللي في الجنب ده وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد.